معروف ان مهرجان سيرفايفر سيريز واحد من اهم عروض ال WWE السنوية، لان الفضيحة اللي هنحكيها النهاردة حصلت في المهرجان ده في 9 نوفمبر عام 1997. والفضيحة دي هتبقى ذكراها مرتبطة بالمصارعة، واللي سموها فضيحة مونتريال الشهيرة، ودي كان ليها اثر كبير في عالم المصارعة لدرجة انها كانت هتعمل انقلاب كبير في اتحاد ال WWE اللي كان اسمه في الوقت ده ال WWF. بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، ومتنساش تدعمنا بلايك واشتراك لو بتحب النوعية دي من الفيديوهات. القصة بتبتدي في مهرجان سيرفايفر سيريز في 9 نوفمبر عام 1997. المهرجان ده اتعمل في مدينة مونتريال الكندية، وكان المهرجان على بطولة ال WWF بين بريت هارد وشون مايكلز. المهم بريت هارد كان في الوقت ده من أبرز نجوم ال WWF. فينس ماكمان عمل توقيع مع بريت هارد عام 1996 ولمدة 20 سنة. المهم العقد ده بيشمل ان بريت هارد هو اللي يكتب السيناريو بتاعه لغاية ما يعتزل. لكن في سنة 1997 الاتحاد اتعرض للإفلاس، والفلوس عملت أزمة كبيرة في الوقت ده في اتحاد ال WWF. وكان في الوقت ده اتحاد ال WCW كان متفوق على ال WWF، عشان في الوقت ده فينس ماكمان اضطر ان يوقع عقد جديد مع بريت هارد، وكان عبارة عن سنة واحدة بس. المهم بريت هارد وافق على الاتفاق ده، واشترط عليه ان هو برضه اللي هيكتب سيناريو المواجهات الخاصة بيه. والدنيا لحد كده تمام، وفينس ماكمان وافق والعقد اتعمل بين الاتنين بالتراضي. المهم في الوقت ده بريت هارد فكر في الانتقال لل WCW بعد ما تخلص السنة اللي اتفق معاها مع ماكمان في ال WWF. المهم الكلام ده وصل للمعلم فينس ماكمان، لكن ما اتضايقش وفضل يشجعه على كده عشان الضائقة المالية اللي بتمر بيها الاتحاد، لان بريت هارد في الوقت ده كان بياخد عائد مادي كبير. وخلال السنة دي بريت هارد فكر في السيناريو اللي هيعمله في اتحاد ال WWF خلال السنة اللي هيقعدها، وكان عايز يعمل سيناريو نهاية تليق بيه من الآخر، لأن بريت هارد كان بطل حزام ال WWF في الوقت ده، يعني هو كان صاحب اللقب. المهم فينس ماكمان كان عايز السيناريو ينتهي إن شون مايكلز يفوز على بريت هارد، لكن بريت هارد رفض السيناريو ده عشان ما كانش عايز يخسر الحزام على أرضه ووسط جمهوره، وغير كده إنه كان مع عداوة حقيقية مع شون مايكلز. المهم بريت هارد كتب سيناريو وعرضه على فينس ماكمان، وقالوا إن المواجهة هتتم بالإقصاء، يعني أثناء المباراة هيدخل فريق داعم لبريت هارد بالتدخل لصالحه، وفي نفس الوقت هيدخل فريق داعم لشون مايكلز أثناء المباراة، فاللي يحصل التالي إن بريت هارد يحتفظ باللقب. المهم المعلم فينس ماكمان اتظاهر إنه موافق على السيناريو ده، وقال له تمام يا معلم هو ده اللي هيحصل. لكن المعلم كان بيخطط لحاجة تانية خالص. نيجي بقى للمباراة والفضيحة اللي هتحصل في ليلة 9 سبتمبر سنة 1997 في الحدث الرئيسي لسيرفايفر سيريز. المباراة في الأول كانت ماشية تمام زي أي مواجهة قوية بتكون على اللقب في المصارعة. المهم بعد كده شون مايكلز نفذ حركة شارب شوتر، هي حركة استسلام متفق عليها بين مايكلز وبريت هارد. كان الاتفاق بين الاتنين إن بريت هارد يقوم بعكس الحركة لصالحه، وبعد كده يحصل إن الفريقين يخشوا يحجزوا بين الاتنين عشان تنتهي المباراة بالإقصاء ويحتفظ بريت هارد باللقب. لكن اللي حصل فجأة دخل فينس ماكمان للصالة وشاور للحكم على حسب الاتفاق الشيطاني اللي كان بينهم. المهم الحكم عمل ايه؟ راح مشاور لمسؤول الجرس علشان ينهي المباراة باستسلام بريت هارد وفوز شون مايكلز باللقب، عشان بريت هارد يحصل له ذهول وصدمة من اللي بيحصل، لدرجة ان الحكم اول ما اعلن النتيجة جري بسرعة بره الحلبة، وبريت هارد راح بصق في وش ماكمان، يعني تف في وشه من كتر ضيقه. بصراحة ماكمان ده ماليش وصف في الخساسة بجد، حتى الجماهير الكندية ما عجبهاش الموضوع، وبقت ترمي الزجاج وكل اللي في ايديه على ترمي الاتش، لان اللي اتقال بعد كده ان هو اللي دبر السيناريو ده وقال لماكمان عليه، عشان في الاخر بريت هارد يبص على الكاميرا ويرسم بايديه شعار ال WCW. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك واشتراك القناة. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.